فيلمنا بيبدأ بقطة وأولادها عايشين مع ست غنية جدا اسمها مدام ريري. القطة دي كان اسمها توكا، ومدام ريري كانت بتهتم بيهم لدرجة انهم كانوا كل حياتها. واليوم ده كانوا راجعين من جولة في المدينة ومعاهم السواق بتاع مدام ريري اللي اسمه غندار. هو كان طيب جدا وكويس مع كل الحيوانات بما فيهم القطط، لكن مدام ريري كانت بتعاملهم معاملة الملوك، يعني مش قطط عادية خالص. وكانوا عايشين في بيت مدام ريري وسط كمية حيوانات كتيرة من أنواع مختلف. أولهم كانت الفرسة فرفورة واللي كانت بتقوم بكل المشاوير الخاصة بمدام ريري. أما القطة توكا فكان عندها 3 أولاد، تولوز ولوز وكمان ماري. ال3 كانوا لسه صغيرين، بس ماري كانت الدلوعة بتاعتهم، وده لأن مامتهم كانت بتحبها جدا علشان دي البنت الوحيدة وسط الولاد، دايما في معاملة خاصة للبنات حتى وسط القطط. مدام ريري كانت متعلقة بيهم جدا جدا وبتعتبرهم جزء من عيلتها، مش بس مجرد حيوانات عندها في البيت. ووقتها أول ما وصلوا البيت قالت للسواق غندار إن المحامي بتاعها الأستاذ يحيى العدل هيجي يزورها النهاردة، وواضح إن في حاجة مهمة على وشك إنها تحصل، ومن هنا كل حاجة هتبدأ تتقلب. ومدام ريري كانت مستنية المحامي يحيى العدل على نار علشان عندها موضوع مهم جدا محتاجة تناقشه معاه. فغندار كالعادة بينفذ كلامها بالحرف. مجرد ما دخلوا البيت قعد مستني وصول الأستاذ يحيى العدل، وبعد شوية وقت الباب بيخبط وبيوصل الأستاذ أخيرا. ساعتها بنكتشف إنه راجل عجوز عكس اللي كنا بنتوقعه تماما، لكن كان راجل مرح وبيحب الهزار، ولو في موسيقى في المكان ممكن تلاقيه بيرقص على فجأة. وأول ما غندار بيوصل يحيى الأوضة مدام ريري بيرجع على طول على المطبخ، وبكده خلص مهمته. فيحيى بيدخل وبدون أي مقدمات بيبدأ يتغزل في مدام ريري. بان بوضوح إنه معجب بيها من زمان، لأنه دايما بيقول لها كلام رقيق وكله ذوق، بس محامي ده راجل رومانسي على سن المعاش. ومدام ريري كانت معجبة جدا بأسلوبه وطريقته في الكلام، فبتدخل في الموضوع الأساسي اللي جايباه علشانه، تطلب منه إنه يكتب ليها الوصية بتاعتها. والكاميرا بتاخدنا وبتروح ناحية غندار. وقتها بنكتشف المفاجأة، الراجل مركب سماعات في أوضة مدام ريري وبيتجسس عليها من زمان، وعلشان كده أول ما سمعها بتتكلم عن الوصية ركز لدرجة تخوف، كأنه بيسمع حاجة ممكن تغير مصيره. وبنرجع لمدام ريري اللي كانت بتتكلم بكل جدية. مدام ريري كانت عاوزة تسيب كل تركتها للقطط بتوعها، حضرتك سمعت صح، للقطط بتوعها. وبتكمل كلامها وبتقوله ان اللي هيكون الوصي عليهم هو مساعدها غندار، بس بشرط غندار مش هياخد ولا جنيه الا بعد ما القطط كلها تموت. وهنا بقى كانت الصدمة. وقتها غندار بيسمع الكلام ده من السماعات وشه بيبدأ يتقلب، بيبدأ يحسب القطط دول أعمارهم قد ايه. ماري صغيرة ولوز وتولوز لسه شباب، يعني ممكن استنى كام سنة، 20 ولا 30 سنة، ومع الحسبة دي انه ممكن يموت قبلهم والفلوس تروح عليه وهو بيراعي فيهم. وهنا بتجيله فكرة شريرة جدا، وانه يخلص من القطط ويرتاح منهم من بدري، وبكده ما يبقاش قدام مدام ريري اي حل تاني غير انها تسيب التركة كلها باسم غندار. فبيبدأ يخطط ازاي يتخلص منهم. وفي نفس الوقت كان القطط بيلعبوا في البيت وبيجروا ورا بعض، واضح انهم متحمسين وفرحانين جدا ومش عارفين اللي هيحصل لهم، وعايشين يومهم كأنهم في ملاهي. كتر الرفاهية اللي هم فيها مدام ريري جابت ليهم بيانو مخصوص يعزفوا عليه، وبقوا يغنوا ويرقصوا ويعزفوا كأنهم فرقة قطط مسرحية. وفي نفس الوقت غندار كان في المطبخ بيجهز الغدا، لبن بس عليه مخدر علشان ينيمهم ويعرف يخرجهم من غير دوش. وفضل مستني لحد ما خلصوا لعبهم ودخل يقدم لهم الأكل بنفس الوش اللي اتعودوا عليه طول عمرهم. وكان واضح قد ايه هم واثقين فيه لأنهم عاشوا معاه سنين ومفيش مرة شافوا منه
منه حاجة تأذيهم، وبيسيب ليهم الأكل وبيخرج. وبعد شوية يطلع فار صغير اسمه كارفور من جحره، وأول ما بيشم ريحة اللبن بيعزم نفسه على الأكل من غير أي إحراج. وده بيورينا قد إيه الكل كان عايش في البيت في سلام. لكن بعد لحظات المخدر بيبدأ يشتغل، والقطط بتحس إنهم عايزين يناموا، وفجأة بيغمى عليهم وما بيبقوش حاسين بأي حاجة حواليهم. وبالليل غندار بيكمل خطته وبياخد القطط وبيحطهم في صندوق، وبيخرج من الباب الخلفي علشان يركب الموتوسيكل بتاعه. وأثناء ما هو ماشي كان مرعوب إن حد يشوفه أو يحس بيه، لكن قدر يوصل للموتوسيكل بسهولة ويبعد عن البيت. وبيفضل ماشي مسافة طويلة جدا لحد ما بيوصل لمزرعة وسط الغابة، واللي كانت محروسة بكلبين، وكان باين عليهم انهم مش بيحبوا الضيوف خالص. القائد نابليون ومعاه مساعده بونابرت كانوا بيتصرفوا كأنهم في معسكر جيش، وده لأن نابليون كان شغال زمان في الشرطة وعنده خبرة تحسسك انه رادار ماشي على 4 رجلين، لدرجة ان اول ما سمع صوت الموتوسيكل بتاع غندار قال مواصفاته بالحرف. ووقتها طلب من بونابرت انه يجهز نفسه، وقال له احنا وراه ومش هنسيبه يعدي. ونابليون بدأ يقسم الادوار بتاعته بانه هو يعد السواق وبونابرت يعد الكاوتش. لكن كالعادة بونابرت مش بيعجبه لانه كل مرة المهمة الصعبة بتقع عليه، بس بيبلعها علشان نابليون هو القائد والكلمة كلمته، وبيستعدوا علشان يوقفوا الموتوسيكل بأي طريقة. ويادوب غندار بيظهر في الصورة الكلاب بتنقض عليه، ومن كتر توتر وخوف غندار مش بيعرف يسوق، وفجأة الصندوق اللي فيه القطط بيقع من الموتوسيكل، لكن ما بياخدش باله وبيكمل المطاردة مع الكلاب. والقطط بتتقلب جنب البحيرة وهم نايمين ومش حاسين بحاجة. وعلى ما غندار بيخلص مع الكلاب بيكون فقد كل حاجة، الموتوسيكل والشنطة والجزمة وحتى الشمسية بتاعته. وفي الآخر مفيش قدامه غير انه يجري على البيت بسرعة. وبنرجع للقطة توكا اللي لما بتفوق بتنصدم انها بره البيت، وبتبدأ تدور على عيالها، اولهم ماري اللي كانت جنبها فبتلاقيها بسرعة. اما لوز فبيسمع صوتهم وبيبدأ يفوق، لكن دولوز مش بيبقى ظاهر خالص ولا عارفين يلاقوه في اي مكان. فبتبدأ توكا تدور عليه في كل مكان، بس بيكتشفوا انه كان نايم لسه في الصندوق. ولما بيفوق بيحكي لهم عن الحلم اللي شافه، وان غندار كان بيتسحب وهو اللي خطفهم. لكن توكا بتعارضه وبتقوله ان غندار شخص ثقة وانهم عايشين معاه من زمان. ترجع بينا الكاميرا لمدام ريري اللي كانت لسه صاحية من النوم بسبب كابوس حلمت بيه، وانها مش لاقية القطط بتاعتها. فبتروح بسرعة تدور عليهم في كل مكان لحد ما اكتشفت انهم مش موجودين فعلا. فبتقول لنفسها انهم اكيد خرجوا وتاهوا بره، وبتفضل قلقانة عليهم جدا. وقتها الفار كارفور قرر يطلع يدور عليهم، وبيقول لنفسه انه مش هيسيبهم لوحدهم مهما حصل. وتاني يوم بنشوف توكا وهي واقفة على البحيرة مستنية تلاقي طريقة يقدروا يرجعوا بيها لبيتهم، لكن فجأة بيظهر قط قدامها وهو بيغني وبيرقص. واول ما خلص غنى بدأ يعاكسها، فبيعرفها بنفسه وبيقول لها ان اسمه سبعاوي. ولما بيعرف ان اسمها توكا بيعجب باسمها جدا، كل ده وهو مفكرها لسه سنجل وممكن يتجوزها. وبتكون توكا هي كمان معجبة بيه لانها اول مرة تشوف قط شوارع بيتعامل بالطريقة دي. لكن سبعاوي بيتفاجئ لما بيعرف ان عندها 3 اولاد، فبيفهم ان فرصته ضاعت خلاص وانه مش هيقدر يقرب منها تاني. فبيقرر يساعدهم ويوصلهم للمكان اللي عاوزينه، وبيقول لهم يستخبوا علشان يجيب لهم توصيلة. بيطلع هو فوق الشجرة وبيستنى اي عربية معدية وبينط عليها وبيخوف السواق. وفعلا السواق بيوقف العربية على اخر لحظة وبينزل يجري وراه، لكن سبعاوي بيجري بسرعة وبيروح يقول لتوكا تركب في صندوق العربية قبل ما السواق ياخد باله. وتوكا بتكون شايفة ان كده غلط وما ينفعش
مينفعش يركبوا العربية من ورا السواق، لكن بتضطر تركب العربية علشان توصل لمدام ريري. وهنا مهمة سبعاوي خلص وبيقرر انه يسيبهم يرجعوا، وبيفضل هو في مكانه. لكن اول ما العربية بتتحرك للأسف ماري بتقع على الأرض، فبيجري بسرعة وبيشيلها وبيرميها لوالدتها، وبينط يركب معاهم هو كمان علشان ياخد باله منهم لحد ما يوصلوا. وبيقول لهم ما هو مش معقول اسيبكم لوحدكم في المهمة، لازم قائد للرحلة يكون معاكم. وبيوعدهم ان اول ما يوصلوا المدينة هياخدهم جولة لأماكن عمرهم ما شافوها. لكن توكا بتقوله ان ده مش ممكن يحصل علشان هيروحوا البيت، واكيد مدام ريري مش هتسيبهم يخرجوا من غيرها. وبتفضل تتكلم وتحكي عنها وان قد ايه هي طيبة وبتحبهم، وعاشت طول حياتها في البيت الكبير ده لوحدها، وللأسف مفيش حد عايش معاها غيرهم بس، وعلشان كده مش هتقدر تسيبها في الحالة دي، وخاصة ان زمانها زعلانة على فراقهم دلوقتي. فبيرد عليها سبعاوي وبيقول لها ان البني ادمين ما بيتعاملوش مع الحيوانات بتاعتهم بالطيبة دي، لانهم بيعذبوهم وبيبهدلوهم، واوقات كتير بيكونوا مش حابين وجودهم. لكن توكا كانت واثقة في مدام ريري ان هي مش كده. وبنروح لبيت مدام ريري، وهناك بنشوف فرفورة وكارفور زعلانين على توكا واولادها. وكارفور بيقول انه لف في كل الاماكن لحد ما رجليه وجعته، لكن ما قدرش يوصل لهم، وبيبقى شاكك ان غندار هو اللي ورا كل ده. لكن فرفورة بتكون مش مصدقة ان غندار يعمل كده، وبتقوله ان كان معاهم طول السنين اللي فاتت وانه عمره ما يعمل كده فيهم. وقتها بيدخل عليهم غندار اللي كان باين عليه مبسوط جدا، وبيقول لفرفورة انه عمل حاجة حلوة قوي، وان الصحافة كلها بقت بتتكلم عنه، وبيعرفها انه نازل في الصفحة الاولى في الجريدة بخبر بان مجهول خطف القطط بتاعت مدام ريري، وبيقول لها ما يعرفوش ان انا المجهول ده. ساعتها كارفور بيتغاظ قوي منه، لكن ما بيقدرش يعمل حاجة. واثناء ما هو بيتكلم عن الخبر اللي في الجريدة بيفتكروا انه نسى حاجات بتاعته في مكان الجريمة، وبكده ممكن الشرطة تقبض عليه بتهمة الخطف. فبيجري بسرعة يجهز نفسه علشان يروح يجيب حاجته من هناك قبل ما حد يلاقيها ويعرفوا انه هو اللي عمل كده. ولما بنرجع لتوكا بنشوف سبعاوي وهو بيلعب مع الأطفال، وبيمثل عليهم انه بيعرف في السحر وانه هيجيب لهم اكل دلوقتي، وبيشاور على ازازة لبن كأنه هيطلع لهم لبن فيها. وبالفعل اول ما بيشيل الغطا الازازة بيطلع فيها لبن، فبينبهروا من اللي عمله ومفكرين انه فعلا عمل سحر. فبيبدأوا ياكلوا من اللبن لانهم مكلوش بقالهم ليلتين. ولسوء الحظ ان السواق بياخد باله منهم وبيوقف العربية وبينزل يجري وراهم، ومن خوفهم بيطلعوا يجروا منه لحد ما بيقدروا يهربوا اخيرا. وبيقرروا يكملوا الطريق مشي لحد باريس من على سكة القطر لغاية ما يشوفوا اخرتها ايه. فالقطط التلاتة الاخوات بيكونوا مستمتعين بالحاجات اللي اول مرة يشوفوها، وبيمشوا على قضيب القطر. بس فجأة القطر بيوصل وبيكون خلاص هيدوسهم، لولا سبعاوي بيدخل وينصحهم ينطوا بسرعة ويستخبوا قبل القطر ما يجي عليهم. لكن للأسف بعد القطر ما بيمشي بيتفاجئوا ان ماري وقعت في البحيرة، فبينط سبعاوي وراها من غير تردد علشان ينقذها. وتوكا بتجري تقف فوق جذع شجرة علشان يرميها لها، وبيقدروا ينقذوا ماري على آخر لحظة. لكن بنكتشف ان سبعاوي ما بيعرفش يعوم اصلا، وكان هيغرق سبعاوي. نط علشان ينقذها، طلع هو اللي محتاج حد ينقذه. فبيفضل ماشي مع طيار المية ومش عارف يمسك في حاجة، وبيحاول على قد ما يقدر انه يعوم. اما توكا فكانت ماشية وراها على الشط على اساس انها تساعده باي حاجة. ولحظتها تظهر وزتين اسمهم كاميليا واماليا، الاتنين اخوات توأم من انجلترا، وواخدين الطريق كله هزار ولعب وغنى علشان مسافرين لباريس يقضوا الفسحة بتاعتهم. وفجأة بيلاقوا البحيرة فبينزلوا يعوموا فيها، وساعتها بيتفاجئوا بسبعاوي وهو بيغرق، فبيفكروه نزل يعوم هو كمان ولا حاجة، وبيبدأوا يدوله نصايح. ولما بيلاقوه ماسك في جذع شجرة بيخلوه يسيبه على أساس انه يثق في نفسه. لكن بمجرد ما سبعاوي بيسيب الجذع بيبدأ يغرق، وهم مفكرينه بيهزر
بيهزر معاهم، بس لما بياخدوا بالهم انه بيغرق فعلا فبيخافوا عليه وبينزلوا تحت المية علشان ينقذوه ويطلعوها على الشط. وساعتها بيقابلوا توكا وولادها لأول مرة فبيفكروها زوجة سبعاوي وبيفضلوا يشكروا في جمالها وشكلها وبيقولوا له يا سبعاوي يا فنان، لكن توكا بتعرفهم انها مش مراته ولا حاجة. فساعتها الوزتين بيفكروا ان سبعاوي بيضحك على توكا وبيعشمها بالجواز وهيخلى بيها، وبيبدأوا يتريقوا عليه وبيقولوا ده انت قط توكسيك رسمي، فين رضوى الشربيني في الكلام ده، لحد ما بتتدخل توكا وبتعرفهم ان سبعاوي صديقهم وانه بيساعدهم يوصلوا لبيتهم في باريس. فالوزتين لما بيعرفوا انهم مسافرين لباريس بيعرفوها ان هم كمان رايحين لهناك وبيقرروا يمشوا سوا. وقتها سبعاوي كان متضايق جدا منهم كأنه مش قادر يقول اي كلمة بسبب توكا، وبيضطر يسمع كلام ويمشي معاهم لغاية ما يعرف اخرتها ايه مع المصيبتين اللي ظهروا له. وبيفضلوا ماشيين مسافة طويلة جدا لحد ما بيوصلوا للمدينة، وهناك بنشوف خالهم ألدو اللي كان لسه هربان من مطعم بعد ما كان الزباين هياكلوه. بمجرد ما الوزتين بيشوفوه بيقرروا ينفصلوا عن باقي الفريق علشان يوصلوا خالهم، وبكده توكا وسبعاوي هيكملوا طريق لوحدهم أخيرا. وفي نص الليل بنشوف كارفور مستني غندار يطلع من البيت علشان ناوي يروح معاه للمكان اللي رمى توكا وعيالها فيه على أساس انه هينقذهم ويرجعهم يعني. وبيركب معاه الموتوسيكل بس ما بيقدرش يتحمل الصدمات الكتير وبيقع على الأرض. وغندار بيكمل طريقه، وأول ما بيوصل بيكتشف ان نابليون وبونابرت نايمين فبيتسحب من جنبهم وهو ماسك صنارة علشان يصطاد البورنيطة بتاعته واللي كان نابليون لابسها فوق راسه. بس فجأة نابليون بيصحى من النوم وبيسمع صوت أقدام غندار ماشية على الأرض فبيعرف ان في حد جنبهم. ولما بيجي يقول لبونابرت بيرد عليه بانه اكيد صراصير الحقل مش اكتر. فساعتها نابليون بيطمن شوية وبيرجع ينام، اما غندار فبيبدأ يصطاد البورنيطة من فوق نابليون لكنها بتقع فوق راس بونابرت. ولما نابليون بيصحى بيشوف البورنيطة بيزعق مع بونابرت على اساس ان هو اللي طمع فيها واخدها يعني، لكن بونابرت بيكون مش عارف هو بيشتكي من ايه وبيرجع ينام من تاني. فساعتها غندار بيرجع يسحب البورنيطة مرة تانية، فنابليون كان صاحي وقتها وبيمسكها وبيفضل حاطط ايده فوقها علشان ما تتحركش. ولما غندار ما بيعرفش يسحبها بالصنارة بيقوم طالع من ورا نابليون ومخليه يضحك واخد البورنيطة منه بسرعة. كل ده ونابليون مفكر ان بونابرت هو اللي بيعمل كل ده لحد ما غندار بتبان رجليه وبتدور مطاردة كبيرة ما بينهم، والراجل بيجري كأنه سارق عظمة وبيقدر غندار انه ياخد حاجته كلها ويهرب منهم على البيت. ومن الناحية التانية سبعاوي بيكون اخد توكا وولادها علشان يتعرفوا على الشلة بتاعته واللي كانوا عبارة عن قطط ضالة قاعدين في بيت قديم وما وراهمش حاجة غير انهم يغنوا ويرقصوا. فتوكا والاطفال بيكونوا معجبين بطريقتهم في الغنى وبيقضوا الليل كله في الرقص. وبعد ما السهرة بتخلص القطط بياخدوا بعضهم وبيفضل سبعاوي مع توكا وولادها لوحدهم. فتوكا بتروح تنيم ولادها وبعدين بتخرج تقف في الشباك مع سبعاوي اللي ساعتها بيشكر لها في صحابه وانهم بيساعدوه طول الوقت وانه كل ما بيحتاجهم بيلاقيهم واقفين وقفة رجالة. فتوكا كانت معجبة اصلا بسبعاوي وقامت قايله زي ما انت يا سبعاوي وقفت معانا وقفة رجالة. ومن هنا بدأوا يتكلموا مع بعض بصراحة. فقام سبعاوي متشجع ومتغزل فيها وطلب منها الجواز. فبكل كسوف توكا بتوافق، لكن سبعاوي افتكر انها هتعيش مع صاحبتها الا اكيد مش هتقبل بقط شوارع يعيش معاهم في نفس البيت، وحلمه بينتهي من قبل ما يبدأ. وتاني يوم بيصحوا من النجمة علشان يروحوا البيت وفعلا بينجحوا يوصلوا له. كان ساعتها غندار قاعد على الباب فسمع صوتهم وهم بيخبطوا، ولما كارفور سمع
صوتهم هو كمان حاول يخليهم يهربوا بسرعة قبل ما غندار يمسكهم تاني، لكنهم ما فهموش اللي كارفور بيقصده وفكروه بيرحب بيهم من ورا الشباك، ويادوب معداش كتير وغندار قبض عليهم كلهم. فساعتها عرفوا انه هو اللي خطفهم اول مرة. وقتها كارفور بيحاول يساعدهم على قد ما يقدر علشان يعرفوا يهربوا من غندار، لكنه مش بيقدر عليه. فالاطفال بيقولوا له يروح يدور على سبعاوي ويطلب منه المساعدة، وكارفور ما اخرش طلب وطلع يجري ورا سبعاوي لحد ما لحقه وعرفه باللي بيحصل. فسبعاوي بيقرر يرجع ينقذهم، لكنه بيطلب من كارفور يروح ينادي على اصحاب. طبعا كارفور خاف لانه في النهاية فاض وممكن يتكل في عملية زي دي، لكنه بيتشجع علشان صحابه وبيطلع يجري على صحاب سبعاوي فبيطلب منهم المساعدة. فالقطط كانوا عاوزين ياكلوه فعلا، ومن خوفه منهم ما كانش فاكر اسم سبعاوي وعمال يقول لهم اي اسم وخلاص، تمانياوي، تسعاوي، وطبعا هم مش عارفين بيشتكي من ايه لحد ما كانوا خلاص هياكلوه. فمن كتر التوتر قام قايل اسم سبعاوي، واول ما القطط سمعوا اسم صاحبهم خدوه وطلعوا يجروا يلحقوا سبعاوي بسرعة. في نفس الوقت كان غندار بيجهز القطط في صندوق علشان ناوي يسفرهم لأفريقيا، وبكده يبقى اتخلص منهم للأبد ومش هيعرفوا يرجعوا تاني. لكن سبعاوي كان ماشي وراه وبيحاول يعطله، وأول ما بيشوفه بيقفل عليهم الصندوق وبيهجم عليه. فغندار بيسيب توكا وبيتضير على سبعاوي وبيجري وراه، وبتدور ما بينهم مطاردة كبيرة على دخلة صحابه هم كمان واللي بينضموا للخناقة. أما كارفور فأول ما بيوصلوا بيحاول يفتح الصندوق بسرعة علشان يهرب توكا وعيالها، ويادوب بيفتح الصندوق بيلاقي غندار بيجري وراه، لكن الوقت بيجري والعربية هتوصل كمان شوية ولازم يتصرفوا قبل ما الصندوق يتاخد من وسطهم. وبكل شجاعة سبعاوي بيهجم على غندار وبيخليه يقع جوه الصندوق، فبيقفلوا عليه بسرعة وبيرموا الصندوق بره البيت. ولما العربية توصل في الوقت المناسب بتاخد الصندوق اللي فيه غندار معاها، وبكده يبقوا خلصوا من غندار للأبد. اللي هيسافر هو لأفريقيا مش هيعرف يرجع هنا تاني. وبعد مدة بنشوف مدام ريري وهي جايبة يحيى علشان تقوله على الوصية بتاعتها وتعدل فيها البند بتاع غندار لأنه اختفى، وفكرته ساب البيت وإن الشغل ما عجبهوش ولا حاجة، وقررت تحول بيتها بعد ما تموت لمؤسسة للقطط الضالة، وهي الحيوانات تستفاد بفلوسها أحسن من حد تاني. وبتجهز سبعاوي علشان يتجوز من توك اللي قررت تسيبه عندها في البيت هو كمان وتجوزه من قطتها. سبعاوي طبعا ما صدق وقام جايب صحابه وكلهم يسكنوا معاه، حتى الوزتين نفسهم هم كمان بييجوا يسكنوا معاهم وبيعيشوا كلهم في سعادة ومن غير ما حد يضايقهم تاني. وهنا بقى الفيلم بيقولك حتى القطط فيها طبقات اجتماعية. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناتنا لودي بتلخص أفلام وتوصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وتكتب لنا في كومنت بتتفرج على الفيديو من أي بلد. أشوفكم في الفيديو الجديد.